8 ساعات، ده متوسط مسك التليفون ل90% من الشباب دلوقتي، وبلاش نقول 90 علشان ما نكونش كذابين، 99%. مش علشان بس الشخص يتسلى ويفتح السوشيال ميديا، وده اللي ناس كتير جدًا، جدًا بتعمله إذا كانوا صغيرين أو كبار، لأ دلوقتي الشغل بقى أكتره على السوشيال ميديا، فالناس بتفضل فاتحة تليفوناتها أكتر من 8 ساعات يوميًا. واللي قدامك ده كان نفس الشخص ده. أنا كنت باصحى من النوم أول حاجة باعملها بافتح التليفون، أقلِّب على الإنستجرام، أقلِّب على كل حاجة. فعلًا، فعلًا كنت اللي أعرفه عن الحياة الاجتماعية، كنت كل اللي أعرفه عنها السوشيال ميديا، إن هو الناس كلّها وحشين، الناس كلّها مش كويسة، وده طبعًا 99% من الناس فاكرة إن كل الناس مش كويسة، بس الشخص اللي قدامك ده قال يخوض التجربة. الفترة اللي فاتت حبيت إن أنا أعيش الحياة الواقعية، بدأت أحط لنفسي تاسكات ومهام يومية من ضمن المهام اللي باعملها في حياتي، إن أنا أخرج وأقابل ناس وأروح أقضّي مشاوير للبيت، وأروح مثلًا لو عايز أكشف، لازم أخرج وأتعامل مع ناس. وفي الفترة دي حصل لي 3 مواقف، وال3 مواقف دول فعلًا، فعلًا هيشجعوك أنت كمان إن أنت تبدأ تعيش الحياة الواقعية وتبطّل قعدة في البيت، زي الشخص اللي قدامك ده. فيالّا بلاش كلام كتير نبدأ في الفيديو. بس لو أول مرة تشوفني وأكيد أول مرة تشوفني، اسمي خالد نصر، القناة دي هدفها الأساسي إن أنت تكون أفضل للي بتشوف الفيديو، فلو أنت مهتم فعلًا إن أنت تكون أفضل إذا كنت ولد أو بنت، دوس على زر الاشتراك اللي موجود تحت وفعّل زر الجرس ويالّا بينا. أول حاجة حصلت لي والقصة اللي صعب شوية إن أنا أنساها، ست شُفتها وكنت رايح أشحن كارت الكهربا للبيت. لو أنت عارف كارت الكهربا، لو أنت برّه مصر فهو كارت الكهربا ده إحنا بنشحن كهربا عشان نحطه في العداد، والله مش عارف هو عندكم والّا لأ، بس المهم. وأنا ماشي في الطريق ما أعرفش مكان شركة الكهربا عشان أشحن الكارت، فباسأل سِت معدية باقول لها: "أُمّال عايز أشحن الكارت فين شركة الكهربا؟" قالت لي: "أنا رايحة أشحن تعالَ معايا." ست كبيرة عندها بتتكلم في 50 60 سنة ورجلها تعبانة وكده. رُحت معاها وقعدت أتكلم معاها بقى، وقعدت تكلمني شوية عن حياتها وكده من غير ما تعرفني ومن غير أي حاجة. المهم رُحت عند شركة الكهربا بابُص يا أخويا لقيت إن طابور الرجالة شوية وهيطلع خلاص على الطريق، العربية هتشوط إنها أنت فاهم، وطابور الستات قليل، وده عكس المعتاد دايمًا في المصالح الحكومية. إذا كنت بقى عايز تجيب عيش، إذا كنت عايز تروح تكشف، إذا كنت عايز أي حاجة، دايمًا بيبقى عدد الستات كتير جدًا وعدد الرجالة قليل جدًا، وده اللي أنا باشوفه يعتبر يوميًا لمّا باروح أعمل أي حاجة، بس المرّة دي مختلفة. فلمّا رُحت وقفت في طابور الرجالة، الست ندهت لي من وسط الرجالة وقالت لي: "تعالَ." وأخدت منّي الكارت، وكنت ساعتها معايا 100 جنيه، أخدتها منّي وشحنت لي الكارت بتاعي قبل الكارت بتاعها، وجابت لي الكارت وروّحت قبلها. السؤال هنا، هل أنا كخالد ممكن أشوف الست دي تاني؟ نسبة 0% لأ، مستحيل أشوفها. أنا صعب إن أنا أروح أشحن الكارت في نفس المكان، ولو مستحيل الصدفة تجيبنا، ولو الصدفة جابتنا ممكن ما نعرفش بعض أساسًا، ممكن هي ست كبيرة ما تفتكرنيش أساسًا. فأنت فاهم إن هي ساعدتني من غير أي حاجة. النقطة دي غيّرت منظوري تمامًا عن الحياة. أيوه القصة دي غيّرت منظوري، يعني خلّتني أشوف الدنيا بشكل تاني، خلّتني ما أشوفش إن الناس كلّها وحشين، الناس كلّها كويسة وفي من جوّه قلبهم أبيض وفعلًا عايزين يساعدوك. وفعلًا، فعلًا أنا لمّا القصة دي حصلت لي، أنا بقيت باحاول إن أنا أساعد الناس، أي شخص أحاول أساعده هاساعده، مش هابخل أبدًا إن أنا أساعد أي شخص. دي بالنسبة للقصة الأولى. القصة التانية بقى مختلفة شوية. كنت في الميكروباص ودخل عليَّ شخص من سني كده، فباين عليه إن هو بيتمرّن، دراعه بسم الله ما شاء الله باين عليه إن هو بيتمرّن. فلمّا جه على الجنب بقى شيل السماعة من ودني لإني كنت لابس سماعة، وقُلت أنا هافتح كلام معاه. مش عارف بقى كنت لسه قارئ كتاب عن كيف تؤثّر في الآخرين وتكتسب الأصدقاء بتاع ديل كارنيجي، وهنعمل فيديو عنه، لإن الكاتب ده فعلًا غيّر لي حياتي في الاجتماعيات تمامًا. المهم جه قعد جنبي فكلمته بقى شوية وبدأت أفاتحه في مش عارف ال10 جنيه كانت مش كويسة، اللي هو السواق جايبها لي وكده الباقي. فقعدت دخلت معاه من النقطة دي، وبعد كده فتحت معاه موضوع الgym. بعد كده فهّمته إن أنا باعمل محتوى، وبعد كده فهمت منه إن هو بيتمرّن بقى له حوالي سنتين، وبعد كده فهمت منه حاجات كتير وأخدت رقمه وبقينا أصحاب، وبإذن الله قريب هانزل أنا وهو تمرين. هتقول لي أنت استفدت منها إيه؟ هاقول لك استفدت إن أنت ممكن تعرف ناس كويسة فعلًا لو عِشت الحياة الواقعية. لو أنت فاكر إن الصحاب كلّهم بتوع مش عارف يخرجوا وبنات، لا يا باشا، في ناس كويسة، في ناس فعلًا لو أنت نزلت في الحياة الواقعية هتقابلهم كويسين تتعرّف عليهم. كفاية تكون وحيد، كفاية ما يكونش عندك أصحاب، لإن أنا كنت كده. أنا كنت مبسوط إن يكون عندي صاحبين بس، وكانوا عمر وأسامة، لو أنت شُفتهم معايا في فيديوهات قصيرة، دول الاتنين اللي أنا أعرفهم. لكن أنا مش عايز كده، أنا عايز أعرف ناس أكتر، عايز شلتي تكبر أكتر، عايز بدل ما يكون عندي شلة يبقى عندي 2 وكلّهم كويسين يكونوا بيضيفوا لي فعلًا. يعني الشخص ده بيتمرّن ممكن يساعدني في حاجة في التمرين، ممكن يقول لي حاجة ما أعرفهاش، ممكن مشكلة عميل عندي في التدريب هو يكون عارف حلّها
لقيتها اساله عليها يعرفها. تالت قصه بقى عديت بيها، هي قصه كنت ماشي في الشارع عادي، فعادي مفيش اي حاجه، فلقيت شخص بيقول لي انت هتدخل فيا، انت مالك كده، انت معرضها وانت ماشي. وكلمه معرضها دي لو انت ما تعرفهاش، دي كلمه نوعا ما بنقولها للشخص اللي مكبرها في حق نفسه، مش برضه مكبرها في حق نفسه، دي معناها ان هو شخص متكبر يعني بمعنى كده. فالمهم سالته قلت له طب انا ما عملتش حاجه، مفيش اي حاجه حصلت، انا حتى انا ما خبطتكش ما لمستكش وانت ماشي. حتى لقيته بقى بيعتدي عليا بالكلام، بيشتمني، بيعمل حاجات مش كويسه. فالموضوع كبر، ووقتها انا ما رضيتش ان انا مدي ايدي عليه، لان هو اكبر مني حوالي 20 سنه، يعني 20 25 سنه فعلا، راجل كبير. فالمهم يعني قلت لوالدي، لقيت الراجل ده جاي يتاسف لي وزعق في الشارع حقك عليا ومش عارف ايه، والناس اتلمت. فانا الحمد لله عافيت علشان خاطر ربنا. القصه دي بقى فهمتني ايه غلاوه الاهل، ان انا ابويا في ظهري، الناس اللي حواليا في ظهري، ممكن فعلا بالحق ومن غير اي مشكله وبالقانون. لان المشكله دي اتحلت بره، لان المفروض كنت اروح اشتكيه عند الدوله، لان ده اعتدى عليا لفظيا، وفي شارع كامل شاهد ان انا ما عملتش معايا حاجه، كان عايز يمد ايده عليا من غير اي سبب. فالراجل نوعا ما ابويا حلها معاه ودي، وخلاه يجي يتاسف لي والموضوع خلص. فالقصه دي اتعلمت منها غلاوه اهلي، اتعلمت منها ان انا عندي ناس في ظهري، ان انا فعلا لو اتحطيت في موقف زي ده فعلا هعرف ان في ناس معايا، وان انا مش وحيد. في ناس بيعيشوا حياتهم كلهم فاكرين ان اهلهم عدو ليهم، لكن فعلا هيعرفوا قيمه اهلهم لما يحصل لهم مصيبه زي دي. وانا حصل لي مرض السكر من النوع الاول. وبالمناسبه لو انت عندك مرض السكر، او حابب انك تحسن شكل جسمك، او حابب انك تحجز معاه مكالمه فيديو كول بينه وبينك، دوس على اول لينك تحت في الديسكربشن. المهم في بدايه ما اصبت بمرض السكر، كنت قبل ما اصاب كنت فاكر ان اهلي مش بيحبوني، وان هم بيكرهوني بمعنى الكلمه، لحد الحمد لله الحمد لله لما جالي مرض السكر فهمت فعلا انهم بيحبوني جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اكون اقنعتك بقصص واقعيه، بالحاجات اللي تخليك فعلا تبدا تعيش الحياه الواقعيه، وتبدا تبعد عن فكره السوشيال ميديا، وان الناس مش كويسين، وان انت لازم تكون منعزل في البيت، ما تخرجش 25 ساعه بتشتغل، مش عارف تنام 3 دقائق في اليوم. ارمي الكلام ده كله في البلاعه، صدقني انت هتعيشها مره واحده. عيشها صح، وانت اتخلقت علشان تكون وسط ناس، لكن حط اولوياتك. اشوفك في الفيديو الجاي. كان معاك خالد ناصر، سلام.